يعني ثانيه واحده، يعني هو قبل ما يجي النادي انتوا اصلا كنتوا صحاب؟ يعني انتوا صحاب اصلا من قبل حوار النادي ومن قبل كل ده؟ طب امال هو جه النادي ازاي؟ من طرفي. يعني انت اللي كنت ليك طرف في الحوار؟ بالظبط. هو اللي جابني النادي. بس قبل ما اجي النادي كنت انا جيت، يعني هو نزلني قبل كده مره، كنت انا شويه بلعب في حته، تمام. كنت بلعب في الشارع، كنت بلعب في الشارع، فهو نزلني فقال لي تعالى وعاملين اختبارات وكده وبتاع، فرحت اول مره قعدت مرات معاهم تمرينتين ولعبت ماتش ودي. فجيت في التمرينه الثالثه مش فاكر مين، يعني هشام يا اسلام، حد من الاثنين، كابتن هشام وكابتن اسلام، حد فيهم قال لي ان انت هتدفع فلوس. ساعتها في اليوم ده انا ما نزلتش التمرين، خدت بعضي ومشيت. يعني والله بجد خدت بعضي ومشيت. جيت بقى بعد كده ايه، يعني خلصت ومش عارف ايه، وكنت بلعب دوري حريف. بعد كده رحت بولاق سنتين، وبعد كده رحت ايه، زيك قال لي كنت هقعد في البيت بقى خلاص، كنت لا كل ده وانت لسه يعتبر صغير. كل ده وانا في اللي كنا لسه في ثالثه اعدادي، كنا لسه مخلصين ثالثه يعني مثلا 14 سنه بالظبط. بعد كده رحت خلصت، لعبت سنتين في بولاق وخلصت، كنت في اولى ثانوي ساعتها، كنت رايح اولى ثانوي. فزيك كنت خلاص، كنت عامل مشاكل مع مدير فني في بولاق وموقعني قايمه اولى وانا مش عايز العب هناك، فقلت اقعد السنه دي. زيك قال لي لا ما تقعدش ومش عارف ايه، وفي نادي عاملين اختبارات، وكابتن شيكا هنا ما كنتش عارف شيكا، كابتن شيكا هيمسك، فتعالى الاختبارات دي، هو بقى يكمل لك الباقي اللي حصل في الاختبارات.